السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين قناتي تي في. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. معكم ياسر حمد الله من قناتي تي في مع فيديو جديد وشرح جديد. فيديو النهاردة وشرح النهاردة هيكون عن تنزيل أحدث قناة إخبارية على النايل سات. القناة نازلة تحت اسم الغزال نيوز. القناة نازلة من حوالي 5 أو 6 أيام تقريبا، بس لسه لحد دلوقتي القناة ما بدأتش البث التجريبي بتاعي. يلا نبدأ تنزيل القناة وإضافة التردد، ولكن قبل البدء اعمل اشتراك وفعل الجرس وسيب كومنت وعرفنا انك عرفت تنزل القناة ولا لا. يلا نبدأ تنزيل القناة. الشرح هيكون على رسيفر SD عشان القناة تعمل بتقنية SD، وتقدر تنزل القناة على أي رسيفر سواء كان رسيفر HD أو SD. تقدر تنزل القناة عليه عادي بدون أي مشاكل، بس تتبع الشرح والخطوات التالية. يلا نبدأ على بركة الله. من الريموت كنترول تضغط زر القائمة الرئيسية منيو، وتقلب في العلامات اللي تحت لحد ما تجيب علامة إعدادات الطبق أو التركيب وتضغط أوكي. من قائمة إعدادات الطبق تنزل على آخر حاجة بحث يدوي، تضغط أوكي. تنزل على كلمة إضافة وتضغط أوكي. تكتب التردد الخاص بالقناة وهو 11315. تضغط أوكي. تنزل على معدل الترميز تكتب 27500. تضغط أوكي. تنزل على القطبية أو الاستقطاب تخليها حرف V أو عامودة وتضغط أوكي. كده احنا عملنا إضافة للتردد. عشان نعمل بحث عن القنوات الموجودة في التردد تنزل على كلمة بحث تخليها مجاني أو قنوات مجانية. تنزل على بحث الشبكة وتتأكد إنه قفل أو مقفل وتضغط أوكي على كلمة بحث. كده بدأ الرسيفر يبحث عن القنوات، وأول ما يخلص بحث هيطلع أوتوماتيك من القائمة. وادي القناة زي ما حضراتكم شايفين جايبة الشعار بتاعي ومكتوب من فوق الجزائر الجديدة، وبكده يكون القناة نزلت بدون أي مشاكل. وادي التردد الخاص بالقناة وهو 11315 على 27500 حرف V أو عامودة. وادي اسم القناة في القائمة الغزال نيوز، بس القناة لسه لحد دلوقتي ما بدأتش البث التجريبي بتاعي. القناة تعمل بتقنية SD، يعني تعمل على جميع الرسيفرات. سواء كان عندك رسيفر HD SD تقدر تنزل القناة عادي بنفس الطريقة والخطوات اللي احنا شرحناها دلوقتي. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص وشرح النهاردة خلص. انتظرونا بكل حصري وجديد على قناتكم على اليوتيوب قناتي TV. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.